السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا أصحابي مع فيديو جديد من فيديوهات مومة تعليمية. احنا متفقين ان درس الجملة يخص طلاب وطالبات الصف الثالث والرابع الابتدائي. احنا اتكلمنا عن نوعي الجملة واتكلمنا عن الجملة الاسمية، ركني الجملة الاسمية لوحدها. النهاردة ان شاء الله نتكلم عن ركني الجملة الفعلية. ايه هو ركني الجملة الفعلية؟ اول حاجة في اركان الجملة الفعلية الفعل. فعل يعني ايه يا ماما؟ يعني حاجة حصلت في زمن محدد. تمام. الفعل ده محتاج له حد يعمله، نقول عليه ايه؟ الفعل. يبقى تاني ركن من اركان الجملة الفعلية الفاعل. مين هو الفاعل يا ماما؟ هو من قام بعمل الفعل، والفاعل خلي بالك دائما مرفوع. تعالوا نشوف الامثلة اللي احنا جايبينها علشان تحقق لنا الكلام ده. أول مثال بيقول لي كتب التلميذ الدرس. مين اللي كتب الدرس؟ فعل الكتابة ده حصل من مين؟ من التلميذ. يبقى كتب فعل ماضي مبني على الفتح ممتاز، والتلميذ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه مفرد. تمام. نشوف المثال الثاني. تساعد البنت أمها. ها، فين الفعل؟ فعل المساعدة حصل من مين؟ من البنت. يبقى تساعد فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة ممتاز، والبنت فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه مفرد. طيب في مثالين تانيين كده احنا حاطينهم في دايرة كل فعل. ليه؟ عشان فيها معلومة مهمة. خد بالك من المعلومة ويا ريتك انت تقدر تطلعها لي. شرح المعلمون الدرس. ها، لاحظت ايه؟ لاحظت ايه؟ قول، بص كويس. شرح المعلمون الدرس. ها، برافو عليك. الفعل هنا للمفرد مع ان الفاعل جمع. ازاي يا موما؟ هقول لك ازاي. لما ابدا بالفعل، احنا قلنا قبل كده واحنا بنشرح الفعل والاسم والحرف، قلنا لما ابدا بالفعل لا ثني ولا جمع. هبدا بالفعل حتى لو كان الفعل مثنى او جمع يصبح الفاعل مفرد زي ما هو. شرح المعلمون الدرس. يلعب الأطفال في الحديقة. يبقى خلي بالك من المعلومة الجديدة اللي انت خدتها النهاردة، ان لو كان الفاعل جمع او مثنى، الفعل بيتم مفرد زي ما هو في حالة الجملة الفعلية. تمام. لو استفدنا نكتب ان احنا استفدنا، وما تنساش تشارك زمايلك في مشاهدة الفيديوهات، وتكتب لي في التعليقات، وتعمل لي مثال على ركني الجملة الفعلية والاسمية. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم ازاي نحول الجملة الاسمية الفعلية والفعلية لاسمية. اي حد محتاج اي حاجة يكتب لي في التعليقات، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يجيلك الفيديوهات اول باول. ان شاء الله ربنا يسهل لكم الدنيا. اظن الدنيا بقت سهلة وواضحة، صح؟ سهلة ان شاء الله. يلا اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.